اوعى تنتقم ابدا من الشخص اللي سابك او خانك او باعك. بلاش يبقى عندك روح الانتقام وكأن سعادة الشخص ده كانت هتبقى معاك انت، لان روح الانتقام دي ما بتجيبش ليك الا المشاكل والتعب في حياتك. انت اللي هتتعب وهتتعب جدا كمان. لكن لما خلاص تقول ربنا يكرمك في حياتك وتدعي له وتركز انت على نفسك هترتاح كتير قوي. اوعى تفكر تنتقم من الشخص اللي ترك حياتك، اوعى ابدا، عشان انت تعيش مرتاح. لازم تعرف ان احنا كلنا في حياة بعض زوار لفترة محدودة. ممكن الفترة دي تطول أو تقصر، لكن تأكد إنها هتنتهي. فما تزلش نفسك علشان خاطر حد وتحمل نفسك فوق طاقتها عشان خاطر حد. إحنا زي ما اتفقنا كلنا في حياة بعض زوار 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 لفترة محدودة. مفيش حد بيتملك التاني أو مفيش حد بيجبر التاني إن هو يكمل معاه. وخليك عزيز عزيز قوي